السلام عليكم. هلا يا حلوين. ده الجزء التاني من ازاي نعمل باليت في البيت، واللي ما شافش الجزء الاولاني يرجع يشوفه، وهحط اللينك بتاعه في البايو. والجزء ده هيتضمن بس التلوين والعزل، فلو عايزين تعرفوا اي معلومات عن الاير دراي كلي ارجعوا للجزء الاولاني. هنا بعد ما عملنا الباليت وتأكدنا ان هي نشفت 100%، فهندخل على المرحلة التانية وهي مرحلة الصنفرة. هنجيب صنفرة ناعمة من اي محل بيبيع دهانات الحوائط، وهنبتدي واحدة واحدة نصنفر الأماكن اللي هي خشنة أو فيها عجين زيادة. المرحلة دي مهمة جدا وهتساعدكم ان البالت بتاعتكم تكون ناعمة جدا، خصوصا لو انتوا بتعملوا البالت كان فيه عجين زيادة معرفتوش ان انتوا تنعموه واحنا بنعمل البالت. وضروري يكون معاكم فرشة كبيرة نوعا ما تنزلوا بيه الباودر اللي بينزل من البالت وبيكون لازق فيها، عشان لما ندخل في المرحلة التانية ما يكونش الألوان فيها باودر من اللي بيطلع من العجينة. كمان الصنفرة دي بيكون في منها مقاسات، فضروري وانتوا بتشتروا تقولوا للراجل اللي بتجيبوا منه ان احنا محتاجينها ناعمة، لان انا طبعا معرفش من المقاسات بتاعتها قوي، لان الصنفرة الناعمة هتنعم معانا البالت ومش هتجرحها. لو جبتوا الصنفرة تخينة نوعا ما هتحسوا ان هي بتعمل خطوط بالطول في البالت وهتبوظ شكلها اكتر، فضروري ان انتوا تجيبوا الصنفرة الناعمة. وهنا احنا خلصنا مرحلة الصنفرة خالص، وهندخل في المرحلة التانية وهي مرحلة التلوين. الالوان اللي هنستخدمها هي الوان اكريليك، ما ينفعش نستخدم الوان جواش او اي الوان مائية تانية. الالوان الاكريليك بعد ما بتنشف صعب ان هي تطلع بالمية او ما بتطلعش بالمية، وعلى الرغم من ان الالوان الاكريليك ما بتطلعش بالمية، ولكن بعد ما هنخلص تلوين هندخل في مرحلة العزل. وهنا انا استخدمت 3 فرش، منهم فرشة كبيرة، وحبيت ان هي تكون كبيرة شوية علشان تساعدني ان انا افرد اللون الابيض كامل على الباليت. بالنسبة لي انا شايفة ان الباليت لازم يكون لونها ابيض او اي لون فاتح، علشان لما اجي ادرج عليها الالوان اللي هشتغل بيها لو عملتها بلون غامق او باي لون مختلف ممكن تغير لي في درجة اللون اللي انا بدرجها على الباليت. فنصيحة مني حاولوا ان انتوا تعملوها اي لون فاتح، وبصراحة انا شايفة ان انسب لون هو اللون الابيض. ولو حسيتوا ان الالوان اللي انتوا بتستخدموها درجة الشفافية فيها عالية شوية، فممكن بعد ما ينشف اول طبقة تدوا كمان طبقة او تدوا مثلا اكتر من طبقة. انا اديت طبقتين او 3. وممكن تكتفوا باللون الابيض بس لو انتوا مش حابين ان انتوا ترسموا على الباليت، ممكن ترسموا اي رسومات انتوا حابينها. وانا الباليت بتاعتي هقتصر ان انا ارسم عليها ورد بسيط. كنت حابة ارسم حاجة مبهجة، واعتقد مفيش حاجة مبهجة اكتر من الورد. كمان في فكرة تانية ممكن تنفذوها، وهو ان انتوا وقت ما كنا بنعجن البالت ناخد قطع صغيرة ونقطعها على شكل قلوب او فراشات او ايا كان الشكل اللي احنا حابينه، ونحطها على البالت من فوق، وتبقى البالت بتاعتنا مرسوم عليها رسم بارز. انا علشان ما صعبش الدنيا عليكم اكتر فحبيت ان انا اعمل حاجة بسيطة خالص، بس انتوا ممكن تعملوا الافكار اللي انتوا حابينها. هي العجينة سهلة جدا والرسم عليها سهل جدا. وخليني اقول لكم ان رايكم بيفرق معايا جدا، والافكار اللي بتقولوها لي بتفرق معايا، فما تنسوش تكتبوا لي رايكم والاقتراحات اللي انتوا حابين تشوفوها في الفيديوهات الجايه تحت في الكومنتات. ولو في اي استفسار ايا كان هو ايه ابعتولي على الانستجرام، هسيب اللينك في الديسكريبشن. ولما تيجوا تستخدموا الالوان الاكريليك حطوا منها كميات صغيره خالص، لان طبعا لو نشفت مش هنعرف نستخدمها تاني غير الوان الجواش. فحطوا منها كميات صغيرة، ووقت ما تحبوا تزودوا زودوا برضو بكميات صغيرة. هنا انا كنت متخيلة ان انا هستخدم كل الالوان اللي انا حطاها دي، لكن انا ما استخدمتش الاورنج مثلا، فمعرفتش كمان ارجعه للتيوب بتاعته، فبالنسبة لي كده اللون باظ وتهدر. فانتوا حاولوا على قد ما تقدروا تستخدموا كميات صغيرة، بحيث حتى لو في حاجة اتهدرت وكانت زيادة فما تكونش كمية كبيرة. وانا عارفة اني قلتلكوا ان مرحلة تشكيل العجينة والحفر للبالت كانت مرحلة مريحة للاعصاب جدا، ولكن مرحلة التلوين مريحة اكتر من مرحلة التشكيل. عشان كده قلتلكوا من بداية الفيديو في الجزء الاول ان الفيديو كله على بعضه بكل مراحله هو مريح للاعصاب. الالوان المبهجة اجباري بتخليك ان انت تفكر في اشياء ايجابية.
كان نفسي اكتر اللون الاصفر قوي لانه من الالوان المبهجة، ولكن حسيت ان انا حابة ان انا استخدم الوان مختلفة، لان في معظم رسوماتي انا بحب السان فلاورز جدا وبحب اللون الاصفر، فبحطه في معظم الواني ورسوماتي، فحبيت ان الرسمة تكون مختلفة وبسيطة في نفس الوقت. جزء التلوين والرسم انا قطعت فيه براحتي، لان انا برسم حاجات بسيطة جدا وممكن انتوا ترسموا الحاجات اللي انتوا حابينها، فما حبيتش ان انا الفيديو يكون طويل قوي عليكم في الرسم. ما بشجعش خالص لو انتوا هتستخدموا اي الوان تانية غير الالوان الاكريليك، لان هي هتتأثر بالورنيش، والورنيش ده اللي احنا هنعزل بيه. في نوعين ورنيش، الورنيش المائي اللي انا هبين لكم في الفيديو دلوقتي اللي انا هستخدمه في الباليت دي، وفي ورنيش تاني وهو سبراي. وفي الحالتين لو استخدمتوا اي الوان تانية غير الاكريليك هيتأثروا، بسبب ان الورنيش المائي احنا بنفرده بفرشة، فلو استخدمنا الوان جواش الالوان هتسيح مع الورنيش. اما لو استخدمنا السبراي فمع رش السبراي فوق الالوان ذات نفسها هتفرش في الباليت. فانا منصحكوش ابدا ان انتوا تستخدموا اي الوان غير الالوان الاكريليك، لان هي اول ما بتنشف حتى لو ما عزلناش فهي ما بتتأثرش بالمية. وانا بتكلم عن النوع الوان الاكريليك اللي انا استخدمته اللي بينته في اول الفيديو خالص، النوع ده ممتاز جدا وبستخدمه على اي سطح ما بيطلعش معايا ومش بيقشر. وفي انواع كتيرة من الالوان الاكريليك اكتر من ممتازة، فحاولوا ان انتوا تستخدموا الوان كويسة وما تكونش رديئة او تكون بتقشر او بتكون شفافة زيادة عن اللزوم، فمهما حطيتوا من طبقات فهي ما بتديكوش اللون اللي انتوا عايزينه بالظبط. وهنا انا خلصت الباليت بتاعتي وخلصت تلوين، ويعتبر ده الشكل النهائي ليها. هستنى تقولولي رأيكم فيها في الكومنتات. واهم حاجة قبل مرحلة الورنيش او العزل لازم نخلي الالوان تنشف 100%. وانا هستخدم ورنيش GLC لانه عندي وبستخدمه حرفيا في كل حاجة، يعني حتى لو رسمت على خشب فانا بعزل بالورنيش ده. ولكن في ورنيش تاني برضو نوعه احلى بالنسبة لي من النوع ده، وهو بيكون سبراي بيتباع برضو في محل دهانات الحوائط. بيكون في اكتر من نوع، بالنسبة لي انا لما استخدمت اكتر من نوع فبالنسبة لي كلهم كانوا زي بعض وكلهم كانوا كويسين. فانا بروح مثلا لمحل الدهانات بقوله ان انا محتاجة ورنيش شفاف، ولو هنبتدي نعزل فبنرش من بعيد ممكن طبقة او طبقتين، وما بين كل طبقة وطبقة بنستنى لما الطبقة الاولانية تنشف. وهنا انا اديت اول طبقة ورنيش مائي وهستناها ان هي تنشف وممكن ادي طبقة تانية. وخلوا بالكم مش هينفع نستخدم الباليت غير لما نتأكد ان الورنيش نشف 100% ويفضل فترة بعديها كده بحيث ان الباليت تتشرب الورنيش بالكامل. يعني ممكن تستنوا يوم ولا حاجة وتبتدوا تستخدموها. واهم حاجة تهتموا بالاطراف كويس جدا. والطبقة البيضاء اللي كونها الورنيش دي اول ما بتنشف بتتحول لطبقة لامعة وبيكونش فيه الطبقة البيضاء اللي انتوا شايفينها. واول ما تنشف بقى انا حبيت ان انا اجربها، انا جربتها بعديها بحاجات بسيطة، ولكن الافضل ان انتوا تستنوا يوم كامل قبل ما تستخدموا الباليت. هستنى منكم تكتبولي رأيكم في الكومنتات، او لو في اي استفسار ممكن تبعتوها على الانستجرام. ولو حابين بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو مع ناس عارفين ان الفيديو ده هيفيدهم، فده حقيقي من لطف قلوبكم. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد، وهستنى اقتراحاتكم في الكومنتات. سلام.